أصبح الكل يتحدث اليوم على فضائح اللي تفجرت في سناب شات واستطاعوا مجموعة من الهاكرز اللي مازالين مجهولين لحدود اللحظة أنهم يدخلوا لمجموعة من الهواتف ديال المغربيات ويخترقوها ويخرجوا منها صور فاضحة. هاد الصور هذه اللي كانوا الفتيات والبنات وكيتصوروها بشكل خاص. كاينين مثلا اللي كتصور حدا المراية، كاين اللي كتصور في بيت النوم، كاين اللي كتصور في الصالون، كاين اللي كتصور مع العائلة، كاين اللي كتصور في البحر في لابيسين. أحد الهاكرز مازال مجهولين لحدود اللحظة كيقول الكل بأنهم قاموا بالدخول واختراق هواتف المغربيات والاستيلاء على هذه الصور عن طريق ملفات خاصة. بعض المعلومات اللي كتروج تقول بأن هذا الشيء أصبح الآن متاح في مواقع إلكترونية دولية اللي للأسف كتبيع في أعراض البنات والفتيات. بعضهن يقدر داروا هذا الشيء ماشي بخاطرهن، يقدر داروه عن طريق الغلط. يقدر هذا الشيء كيكون فقط مخزن في الهاتف، لكن هاد الهاكرز استطاعوا انهم يستخرجوا هاد الصور ويقدر انها تباع في مزاد علني في مواقع دوليه ما متاحاش للجميع. هاد المواقع اللي ماشي كلشي كيدخل ليها، خص المغربيات يعرفوا بان هناك مجموعه من المواقع الالكترونيه كتباع فيها الصوره ديالهم، كيتباعوا فيها فيديوهات ديالهم بالسعر اللي هما كيحددوه دوك اللصوص او الهاكرز. المعلومات اللي كتروج كذلك حاليا كتقول بأن هاد الصور وهاد الفيديوهات التقطت كذلك في كاميرات للمراقبة، وهذا أمر خطير خطير جدا. على أن كاميرات المراقبة ديال المنازل ديال عباد الله كاين اللي كيديرها في البيت، هذا راه أمر خطير. كاين اللي كيديرها في البيت ديال النوم ديالو، أنه يراقب الأطفال، أنه يراقب مثلا شنو عنده في البيت شنو هذا. جعل أن مجموعة من الأشخاص يدخلوا لهذه الكاميرات عن طريق سرقة الباسورد ديالها والدخول عن طريق الويفي. وهذا الشيء وهذا التنبيه هذا خص يعرفوا جميع المغاربة على أن الكاميرا اللي مرتبطة بالفيديو عفوا راه ما كتبقاش كاميرا ديالك. هاد الكاميرا هادي كيستطيع اي كان اي واحد غادي يستطيع انه يدخل ليها وياخذ لك المحتوى ديالك ويراقبك على مدار الساعة. وإلا كانت هاد الكاميرا هادي كتسجل الصوت فكتكون المسألة أخطر مما تتصور. هذا جانب. غنرجعوا للفضائح اللي قلنا أنها فضائح اليوم منتشرة في مواقع دولية، منتشرة في ملفات كتروج عن طريق مجموعة من الأشخاص اللي ماشي كلشي كيوصل ليها. ولكن مادام الأيام مادام الكلشي كيبحث انطلاقا من نهار تفجر هذا الملف الكل كيبحث، فإن هذا الأمر هذا غادي يخرج للعلن ويقدر يتسبب في مشاكل أسرية، يتسبب للأسر أن واحد مثلا بنته ما كانش كيعرف أنها راه في بيت اخر كتمارس في التليفون صور ولا كدير فيديوهات ولا كتراسل مع شي واحد بلباس ما فاضح. هادشي يقدر يخرج للعالم وهادشي غادي يزيد يشكل صدمات. والكل كيخاف ان يكونوا فيه نساء يعني محترمات وكيكون بعض المرات وحده في العائله كتسبب انها تجي تصورك وفي الاخير تمشي تنشر لك الصوره ديال مرتك او الصوره ديال بنتك او الصورة. هذه مساله. مسألة أخرى أن هاد الفيديوهات هادو اللي حاليا الكل كيتراقب فين غادي تنفجر فين غادي تنفجر التداعيات ديالها. كاين اللي مشى فعلا أنه مشى للمحكمة وقدم شكاية استباقية باش ما يتفاجئش بشي حاجة اللي غتثير الشبهات. كاين المئات او الالاف من البنات على حسب ما يروج في اوساط في العارفين بخبايا هذه الملفات. هناك الالاف من البنات اللي مازال ما جابوش الخبر وما ساقوش الخبر لان تليفوناتهم راه مهاكرزين، بان الفيديوهات ديالهم والتصور ديالهم راه كيروجوا في الشبكات الاجتماعيه ومواقع خاصه دوليا. وهذا الامر خص يعرفوه عاود المغربيات بان كاينين مواقع الكترونيه
اللي كيدخلوا ليها الطبقات الميسورة، كيخلصوا عن طريق باي بال، كيخلصوا عن طريق كارت فيزا، وكيشوفوا صور ديال بناتنا للاسف الشديد عريانات، وكل واحد تيشري تيتلذذ. هذا امر مثير للاشمئزاز، انه كيتلذذ من دوك الصور، وهو ما اللي كيرفع السعر ديالها. وهذا الشيء طرا في مدن مثلا كمدينة في شمال المغرب مؤخرا. شدوا واحد الأم، شدوها البوليس وتحاكمات على انها كتقوم بالتيك توك، عن طريق التيك توك كتنشر فيديوهات لبناتها، هادو الفلذات ديال الاكباد ديالها. هنا دابا كيكون الامر الخطير ان الفلذات ديال الاكباد ديالها وبناتها كتنشر لهم الصور بلباس عريانات. هاد اللباس هذا لقاو عندهم منين جاو البوليس كيفتشوا في الدار، لقاو اللباس ديال الرقص ديال. والمشكل هادو بناتهم ماشي براني عليهم، ولا هادو بناتهم اللي كيحاولوا انهم من عن طريقهم يدخلوا الفلوس. اذا اليوم واحد الضجه في وسائل التواصل الاجتماعي، الكل كيتراقب انه تقدر تكون السمعه ديال البنات ديالو، يقدر يكون الاخوات ديالو، يقدر يكون عائلته، يقدر ما الى ذلك. وهناك شكايات تقدمات من طرف الناس على ان هناك كاميرات ديالهم كذلك ديال الفيلات، ديال المسابح، وفيه ديال الصيف، فيه ديال البرد، فيه خصوصا اذا ما، لان في المرحله ديال الصيف كيكونوا الناس ما لابسين والو في ديورهم، وهنا كتكمن الخطوره. يعني دخلوا ليهم هاد لي هاكروز وخداو دوك لي فيديو اللي بغاو وخدموهم. دابا الخطير هو خدموهم على الطريقه اللي بغاو هما، وخداو اللب ديالها والاساس وخدموهم في مونتاجات، وخدموا يقدر هادشي يتباع الى حدود اللحظه. يعني الكل كيترقب. تنبيه اخر قبل ما ننهيو هذه الحلقه، غنبغيو ننبهوا على ان دوك الروابط اللي كيدوروا في الفيسبوك، في تيك توك، في وسائل التواصل الاجتماعي كلها بما فيها الواتساب، على ان كيقول لك دخل راه الدوسي هنايا باش تفرج، وياك ثم وياك ثم وياك ثم وياك تكليكي. هذا التنبيه هذا غنعطيوه كذلك لجميع الناس، بان اي موقع ما فيهاش ديك اش تي تي بي اس، ملي ما كيكونش داك اس ما تكليكيش عليه، راه كيكون مفخخ ملغوم، كتكليكي عليه راه التليفون ديالك مشى، كيتبيراطا التليفون ديالك، الفيسبوك ديالك، كل شيء كيمشي، تصاورك، المعطيات ديالك البنكيه، التعاملات ديالك الماليه. يعني خاص تكون على حذر. كيكون هاد الروابط هاد الايام كيدوروا دخل باش تفرج، هذاك دخل باش تفرج، هنا كاين الفخ. لذلك لا تضغطوا على اي رابط مشكوك فيه سوى بعد استشارة خبراء في مجال التكنولوجيا الرقمي. وشكرا.